الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. بنتكلم عن مشكله في الارانب لازم يكون عندي ليها حل، وحل يكون سريع. انا مثلا بدات في تربيه الارانب، لازم يكون عندي طبعا هيبقى عندي امهات هتتلقح، هيبقى عندي امهات عشار، هيبقى عندي وقت للولاده. فالولاده محتاجه طلب، الولاده محتاجه طلب. في ارنبه ممكن تولد ولاده طبيعيه عاديه، وفي ارنبه لازم بتحتاج لمساعده. يعني ايه؟ يعني لازم اديها طلق. الطلق اسمه في بدايه الحلقه اهو بنتكلم مع بعض واحده واحده، اسمه اوكسيتوسين، ده الطلق البيطري. انما الطلق البشري بيجي عباره عن امبول في الصيدليه البشري بيبقى موجود، ممكن نديه للارنبه منه. ده موجود وده موجود، بس لو انا ما عنديش طلق، طب ايه البديل؟ اولا لازم اعمل حسابي ان يكون عندي طلق. انا مثلا اشتريت من حد من مزرعه مثلا، او من مكان معين، جبت منه الادويه، جبت منه حاجات مهمه، لازم اجيب منه اقل حاجه 5 سم طلق، يبقى بتحاسب عليهم. بدل ما تجيب ازازه ب 200 وشويه او 300، فانا ممكن استغنى عنها واخد 5 سم طلق او 10 سم طلق يكونوا عندي في الثلاجه. طيب انا الطلق ده بستعمله ازاي؟ الارنبه البكريه بتولد اول ولاده ليها ممكن تولد من يوم 29 ليوم 34. بعد اليوم ال 34 لو عدى اليوم ال 34 بجيب الليل، لازم ادي للارنبه ربع سنتي طلق علشان اساعدها انها تولد. في علامات للولاده زي النتف، زي نزول الدم، زي الحاجات دي كلها بتبقى موجوده مع الارنب. طيب ما حصلش الحاجات دي وعدى ال 34 يوم، ما خليش اليوم ال 34 يعدي من غير ما الارنبه تولد. لازم اديها ربع سنتي طلق، لازم يكون عندي الطلق. ما لقيتش البيطري اجيب البشري، ما لقيتش البيطري ولا البشري، طب ايه البديل له؟ البديل له ان انا اجيب معلقه قرفه، معلقه حلبه، معلقه جنزبيل، واحطهم على النار يغلوا مع بعض، وادي للارنبه تجريع في الفم بسرنجه، وادي سنتي في سنتي لحد ما الارنبه تبدا الرحم يفتح وتبدا تولد معايا. بدات الارنبه تولد، ابدا اجس واشوف لسه في بطنها حاجه ولا لا. طب انا ما لقيتش في بطن الارنبه حاجه، اديها ربع سنتي عادي، اديها ربع سنتي بتنضف لي اي حاجه لسه بقايا من الارانب الصغيره، وعندي تبقى تكون بطنها نظيفه للولاده الجايه باذن الله. طيب انا لازم اتصرف كويس. في ناس ممكن ما عندهاش الحاجات دي في بيتها، والارنبه ممكن والارنبه ولدت في وقت مثلا يكون البيطري مش موجود او مش فاتح، او انا ما عنديش اصلا طلق بيطري ولا عندي طلق بشري ومش عارفه اجيب. فانا اجيب الارنبه احطها على الارض عندي، وامسك عصايه واطلع اجري وراها. برضو دي حاجات مهمه عندي، ان انا اساعد الارنبه على الولاده باي طريقه لازم اساعدها، بشري، بيطري، او طلق طبيعي موجود عندي في البيت، او مفيش ده ولا ده اجريها على الارض واجريها فتره طويله، مره واثنين وثلاثه لحد ما تولد وتكمل ولادتها على خير. طب انا في ناس كتير بتسال بتقول عدى ال 34 يوم والارنبه ما ولدتش. ده الارنبه عشار بقالها 40 يوم، الكلام ده كله عدى ال 34 يوم، دخلنا في 35 و36 والاعداد دي دخلت على 40 يوم، ده بقى حصل تحجر في الاجنه، تحجر للاجنه. خلاص مهما انا لقحتها بعد كده مش هتجيب لي عدد بسيط، ومش هتنفع بعد كده الارنبه دي. اجس الاقي الولاد في بطنها، الارانب في بطنها متحجرين وجامدين، خلاص هي كده ما عادتش تنفع معايا. استبعدها واجيب واحده جديده لسه صغيره مثلا بكريه، او اشتغل بطن ولا 2 عادي، بس اهم حاجه ما يكونش في تحجر، اعرف شكل التحجر، اعرف اجس الارنبه كويس، واعرف في بطنها خلفه متحجره ولا لا. ممكن حد يبيعها لي في السوق فيها تحجر، اجيبها القح الارنبه، ما تجيبليش الا 1 أو 2 أو 3، ما تزيدش عن العدد ده، لان في بطنها في ارانب واخده حيز من الرحم، فمش عمرها بقى ما هتجيب لي 7 8 9 الاعداد الكبيره اللي بنسمع عنها دي. طيب الارنبه
الارنبه ما ولدتش على 34 يوم. ال 34 يوم انا باي طريقه ما عدهم، غير لما اشوف الارنبه بدات تولد ابقى اطمن، اجسها بعد ما تخلص ولاده يبقى انا برضو اطمن. طب لسه فيه ارنب في بطنهم لا يمكن ينزل، صعب انه ينزل، انزلها على الارض. سهله جدا ان انا اقعد اجري الارنبه عصايه صغيره كده، مش هضربها ولا حاجه، لا انا اجريها بس على الارض انها تحرك الاجنه دول علشان ينزلوا من بطنها، علشان ما يحصلهاش تحول، علشان اقدر اجيب منها اعداد كويسه بعد كده. انا في الفيديو ده حاولت ان انا ارد على الاسئله اللي الناس بتقولها. زي ما قلنا الارنبه من 29 ل 34 يوم ده الوقت اللي العشار الطبيعي للارنبه. طب لو زادت عن كده يبقى ده حصل تحجر في الاجنه، يبقى انا استبعدها، يبقى انا اجيب واحده تانية، لان زي ما قلنا مش هتجيب لي عدد كبير، مش هتكسبني. يعني انا مثلا هقعد طول الشهر استنى 3 4 ارانب واحد منهم يموت او 2 يموت يصفوا على 1 أو 2، يبقى انا كده بخسر، يبقى انا كده ما بكسبش من مشروع الارنب. اقل حاجه 6 ارانب وانا طالعه لفوق، لان الارنب اللي هخسره عندي هيبقى خساره كبيره، لان الارانب اليومين دول غاليه جدا. الارانب غاليه جدا اليومين دول. يعني انا مثلا لو الارنبه ما عندهاش تحجر هتجيب لي 9 زي الارنبه دي، بسم الله ما شاء الله، شايفين اشكالهم جميله ازاي وحلوه. لو واحد منهم راح او 2 يبقى انا لسه عندي 7. طب هي لو عندها تحجر وجايبه لي 2 أو 3 أو 4 راح منهم 2 هيبقى في 2، يبقى انا كده بخسر، يبقى انا كده باكل في الفاضي، يبقى انا كده الارنبه دي هتخسرني، فمش لازم منها استبعدها واجيب ارنبه تانية. فالعدد الكبير لازم يكون أرنبة صحتها كويسة، لازم يبقى ساعدها في الولادة، لأن ده بيفضلي مكان تجيب عدد أكبر المرات الجاية. ده اللي حبيت أقوله النهاردة في الفيديو. الأرنبة ما عنديش طلق، لازم اشغل دماغي، استعمل الطبيعي اللي عندي، القرفه، الحلبه، الجنزبيل، واجري الارنبه على الارض علشان تقدر تولد وتنزل كل الخلفات اللي في بطنها. بعد كده تبدا تتلقح، تجيب عدد كبير تكسبني ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرضاكم من اعجابكم كل دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، يا رب اكون قدمت لكم معلومه بطريقه سهله وبسيطه. اي حد يحب يسال او يبعت على مجموعه الواتس ارانب وحمام الخير، حمام وارانب الشيخ سامر، على الواتس على رقم 010 64 61 9771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا، واستنونا بفيديوهات جايه كتير. واي حد يحب نتكلم في اي حاجه في الارانب فيديوهات جايه ان شاء الله يبعت لنا في التعليقات. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.